السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ الله يبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة. هنعمل مع بعض كيكة اسمها كيكة او البسيسة. انا معايا كوباية ونص دقيق ذرة، كوباية ونص دقيق ابيض، معايا كوباية تلتين كوباية سمنة على زيت، يعني زيت ومعلقتين زبدة او سمنة، معايا بيضتين، معايا كيسين فانيليا، ومعايا كيك شيف، ومعايا كوباية عصير اللي هيديها الطعم الرائع، كوباية عصير يوستفندي، والبشر بتاعه. حطينا ذرة ملح على الدقيق، ونزلنا بالبيكنج باودر، طبعا الدقيق منخول، ونزلنا بالبيكنج باودر وقلبناهم كويس كده. حضرنا المواد الجافة. هنخش بقى على المواد السائلة. معايا خلاط هنحط فيه الزيت والسكر. انا معايا نص كوباية سكر. هنضربهم كويس جدا لغاية اما السكر يدوب خالص في الخلاط. سهلة جدا 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 وبسيطة وفي منتهى الجمال. انا عاملاها باليوسف افندي، مش بالبرتقال. زي ما انتم شايفين كده، انا اتاكدت ان السكر كله داب في الخلاط. نزلت بالبيضه، بالبيضتين، بيضه بيضه. وبعدين طالما حطينا البيض يبقى هنحط الفانيليا. بعد كده هنحط بشر اليوسف افندي وهنضرب كويس تاني زي ما انتم شايفين. مننساش نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حطينا هنا كوباية العصير وضربنا تاني وخلاص. خلصنا ضرب في الخلاط. بقى هنخش على المواد الجافة. فضينا كده المواد السائلة كلها على الدقيق زي ما حضراتكم شايفين. هنبتدي بقى نقلب في اتجاه واحد عشان الهواء ما يطلعش من الكيكة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين كده حبايبي. معانا صينية، الصينية دي مقاس 30، دهنينها دهنة زيت ومعفرينها بدقيق. هننزل بقى بالخليط في الصينية. طبعا احنا مشغلين الفرن. اول ما ابتدينا شغلنا الفرن، يعني قبل ما نبتدي حضرنا المكونات وكل حاجة. قبل ما نبتدي نشتغل فيها سخنا مشغلنا الفرن عشان الفرن يسخن. هنحطها في الرف اللي في النص زي ما انتم شايفين كده حبايبي. بنساوي الصينية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهو زي ما حضراتكم شايفين احنا سويناها خلاص. هنبتدي بقى نخبطها كده تخبيطتين عشان نطلع اي فراغات فيها زي ما انتم شايفين كده. يلا نقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هنعمل بقى الشربات اللي هنسقي بيه الكيكايه. انا معايا هنا كوبايه عصير يوسف افندي، حطيت عليها معلقه ونص سكر صغيره. هندوبهم كويس وهنحطها على البوتاجاز. هتغلي غلوتين وهنطفي عليها. الشربات لازم يكون بارد مش سخن. الكيكه تبقى دافيه والشربات بارد. هنحطها بقى تغلي غلوتين وهنعمل الدريسنج او التوبنج اللي هنغطي بيه الكيكه. انا معايا هنا كوبايه ونص عصير يوستفندي برضو. هنحط عليها معلقتين نشا ومعلقه كبيره ومعلقه ونص كبار سكر، وهنقلبهم كويس وهنحطهم على البوتاجاز لغايه اما يتقلوا. ادي واحد اتنين، وهنحط عليهم فانيليا كمان، بس اما تتقل هحط عليها الفانيليا. بسم الله ما شاء الله. هندوبهم كويس اهو زي ما حضراتكم شايفين. ان شاء الله الطريقه دي تعجبكم ويا ريت تطبقوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات بتاعتكم. وما تنسوناش من لايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم من قناتي كل جديد فضلا وليس امرا احبابي. زي ما انتم شايفين كده انا بدوب النشا والسكر كويس جدا على البارد قبل ما احطها على البوتاجاز. كده الكيكه طلعت قدامكم اهي. بسم الله ما شاء الله. عاليه ومستويه وما فيهاش اي حاجه. اللهم بارك. هنسيبها تهدى شويه وبعدين هنبتدي بقى نسقيها زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا بقى حصلت
الخطأ الفادح. يعني انا جيت هي بردت، فانا جايه اقلبها عشان احطها في صينيه تانية، راحت ايه، ولادي بيلعبوا حواليا في المطبخ، راحت زقنها من ايدي، وقعت انكسرت على الرخامه. فطبعا مش هت مش هتصعب علينا، كان ممكن اعمل واحده غيرها واقول لكم هي كده، بس عشان الامانه والمصداقيه احنا دلوقتي مفيش حاجه هتصعب علينا خالص، هندريها الوقت ان شاء الله. امال احنا ستات بيوت ازاي شاطرين، هندريها ان شاء الله بالتوبنج اللي احنا هنحطه عليها، فمش هتبان خالص. تشوفوا معايا ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. انا هنا كده مستنيه لما الشربات يبرد خالص. هو كده دافي والتاني بارد، انا حطيته في التلاجة عشان ايه، يبرد. زي ما حضراتكم شايفين كده. انا سوري، انا حطيت الشربات، سقيتها بالشربات وحطيتها تشرب الشربات شويه، يعني سنتها تشرب الشربات شويه. وبعد كده اهو هنزل بالتوبنج اللي انا عملته، اللي هو كوبايه ونص عصير استفندي، ومعلقتين نشا، وكيس الفانيليا، معلقه ونص سكر، وقلبناهم كويس على البارد. وبعد كده حطيناهم على النار، عملوا زي المهلبيه كده، وحطينا عليهم الفانيليا. الوقت بقى هغطيها بيها زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله، في منتهى الجمال، ولا الكسر هيبان ولا اي حاجة هتبان ان شاء الله. نبقى عند حسن ظنكم بإذن الله، وجربوها وتقولي لي رأيكم في التعليقات الحلوة بتاعتكم. وما تنسوناش من اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم من قناتي كل جديد، فضلا وليس أمرا أحبابي. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، انا بجلسها بالتوبنج اللي احنا عملناه. زي ما انتوا شايفين كده، انا بداري الكسر اللي حصل في الكيكة. طبعا ما فيش حاجة هتقف قدامنا، ما ينفعش. زي ما حضراتكم شايفين كده بقى، انا هسويها كده، هجيبها يمين وشمال كده عشان كله يبقى مساوي سوا واحد، وتبقى اللمعة اللي فيه دي موجودة، يعني ما تطفيش. زي ما حضراتكم شايفين كده. يلا بقى نزينها. انا حطيتها كده ساعتين في التلاجة، تمسك عليها التوبنج بتاعها، يمسك عليها، وزيناها بالشكل الحلو ده. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. ده استفندي، انا قطعاه من النص وزيناها بيها كده زي الورد. وهنبتدي بقى ايه، نقطعها ونشوفها مع بعض. كانت حاجة في منتهى الجمال، روعة. اهو بسم الله ما شاء الله، شايفين شكلها عالية وهشة وفي منتهى الجمال. ان شاء الله تجربوها بإذن الله وتعجبكم. اهو يا حبايبي شايفين، بسم الله ما شاء الله، فاتحة وهشة وفي منتهى الجمال، والسكر بتاعها معقول، مش سكر زاعي قوي. ان شاء الله تجربوها. ما تنسوناش من اللايك والشير والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله.